أسعد الله أوقاتكم. السلطة هذه دايما أشوفها في المحلات ودايما تكون أغلى من لما تاخدي كل شيء لحال. فعندي أشياء من الثلاجة قلت خليني أجمعها كلها مع بعض. عندي زيتون وأسود وأخضر، وعندي شبت، وعندي فلفل رومي، وعندي نفس الجبنة فيتا ما أبغى تعفن علي. قطعت الجبنة الفيتا إلى شرايح، طبعا أيدك تكون نظيفة ولازم تقطعها بالسكينة عشان ما تعفن معك الجبنة. بعدين قطعتها مكعبات، وبعد كده بعد ما قطعتها صفيتها كلها في الصينية. بعد كده رحت قطعت الفلفل الرومي، أو قبلها قطعت الزيتون. طبعا فلفل رومي قطعته كمان شرائح. أي شيء عندك، بقدونس عندك، الكزبرة ما أعتقد إنها تزبط، لكن البقدونس يزبط معاكي، الجزر، أي خضار عندك ما تبغيها تعفن جمعيها كلها مع بعض. حتى ممكن تضيفي الذرة، بيطلع مرة لذيذ مع السلطة. أضفت الفلفل الرومي، بعدين قطعت شبت نعمته وحطيته برضو مع الباقي. بعد كده بدأت أقطع الزيتون، أخذت كمية من الزيتون عشان لو خلصت بعدين كل ما تخلص معي كمية أزود كمية ثانية. أول حاجة إن الأشياء اللي عندي في الثلاجة ما تخرب. ثاني حاجة إني سويت سلطة متكاملة، هي تعتبر سلطة. قطعت الجبنة عفوا الزيتون الأخضر بهذا الشكل في نفس القطاعة. بعدين لخبطت المكونات كلها مع بعض، وأضفت كمان جزر مبشور بشرته. وبعد كده جبت حافظة حطيت فيها زيت زيتون عشان زيت الزيتون ما يخلي الأشياء هذه تعفن معاكي. أضفت على زيت الزيتون، وبعد كده حزيد كمان زيت زيتون. لازم زيت الزيتون يغطي الأشياء هذه كلها اللي قطعتها. بعد كده راح أضيف ملح وفلفل أسود، وحطيت حبة سودة. حبة سودة تخلص السلطة هذه تجنن، طعمها مرة حلو. تاكلوها في الفطور، تاكلوها في العشاء، شيء رهيب صراحة. أقلب المكونات وخلاص كده خلصت. وقت ما أبغى أغرف بالملعقة وآكل وارجع مرة ثانية الثلاجة. مرة لذيذة وبالعافية علينا وعليكم. جربوها وإن شاء الله تعجبكم.